كانت صوت دافي ونبرة مليانة شجن، ووشها الحلو اللي كان داخل قلوب الناس قبل ما تدخل شاشات السينما. اتولدت في بيت محافظ، لكن الفن نداها وكسرت التقليد علشان تبقى واحدة من أهم نجمات الزمن الجميل. حكايتنا النهاردة عن هدى سلطان، الست اللي غنت ومثلت وعاشت حياة مليانة حب وفن وألم. وكمان يلا بينا نعرف أسرار مش هتشوفوها غير في قناتي جيجي ستايل. اشتركوا يلا في القناة علشان يوصلكم دايما كل جديد. ولدت هدى سلطان يوم 15 أغسطس 1925. اسمها الحقيقي بهيجة عبد السلام عبد العال، من قرية كفر أبو جندي محافظة الغربية، وكانت من عيلة محافظة جدا. وده خلى دخولها الفن مش سهل أبدا، خصوصا إن أخوها كان الفنان الكبير محمد فوزي، واللي كان رافض إن أخته تدخل المجال ده، وكان خايف عليها جدا لأنهم من عيلة محافظة. والفنانة هدى سلطان من الأرياف، وفي الأرياف ما بيهتموش قوي بالتعليم، علشان كده خدت الابتدائية وبعدها كملت مرحلة الثانوية وبعدها وقفت خالص، وقررت إنها تسيب الدراسة خالص وتدخل مجال الفن والغناء. وفعلا أثبتت موهبتها الحقيقية ومن غير تدخل أخوها. لكن لما أخوها عرف إنها عايزة تمثل وتغني رفض وبشدة، وعمل مشاكل كتير جدا معاها ويعتبر كده خصمها. بس الفن كان في دمها، ومن صغرها كانت بتغني وبتقلد الفنانين، وكان عندها حب كبير جدا للمسرح وكمان السينما. وكانت مقررة وقالت أنا لازم أبقى فنانة لأن الفن بيجري في دمي. وفعلا نزلت على القاهرة من غير ما تقول لأي حد بعد وفاة والدها علشان تحقق حلمها. وبداية المشوار 1000 ميل بتبدأ بخطوة، وأول خطوة ليها اشتغلت في الإذاعة وغنت، وصوتها كان مميز وعجب ناس كتير جدا. ومن هنا بقى انطلقت واتشهرت، وناس كتير جدا بقوا حابين يشوفوا مين هدى سلطان اللي صوتها حلو ورقيق ودخل قلوب ملايين. واتفتح لها باب الشهرة، والمنتجين والمخرجين لاحظوا حضورها وكاريزمتها العالية، واتعرض عليها دور في السينما هو ست الحسن سنة 1950. ومن هنا بقى كانت البداية، ونجحت نجاح رهيب كشكل وكغنى وكتمثيل. بجد قدرت تقنع كل اللي حواليها إنها ممثلة شاطرة جدا وكمان مغنية ممتازة. وحبها للتمثيل هو اللي خلاها تمثل، وعن قناعة، يعني ما كانش غصب عنها ولا أي حاجة زي ما الإشاعات اللي كانت طالعة وقتها. لا، ده هي كانت عايزة تثبت للناس إنها كمان بجانب إنها مغنية هي ممثلة شاطرة، وقدرت فعلا تنجح. ورغم محاربة أخوها محمد فوزي ليها، ولأنه كل ما كان يعرف إن جاي لها دور مهم كان بيتصل بالمنتج ويحاول يخليها ما تأديش الدور ده، لكنها كانت بتزعل لما حد يعرف إن هو كان بيوحى عليها إنها ما تشتغلش. ومرة راحت له وقالت له انت ليه بتحاربني؟ انا حابة ان انا امثل واغني، ودي موهبة عندي، ما ينفعش تعمل فيا كده. وصممت هدى وقبلت التحدي انها لازم تثبت نفسها بنفسها بصوتها وموهبتها وشخصيتها القوية. وفعلا اتعرض عليها اجمل ادوار في السينما، في فيلم الفتوة مع فريد شوقي، وامرأة في الطريق. الفيلم ده كان مكسر الدنيا. ولا جعلوني مجرما اللي نجح نجاح ساحق بجد بجد، كان فيلم جامد لفريد شوقي وهدى سلطان. وخلي بالكم معظم افلام فريد شوقي مع هدى سلطان كانت محققه ايرادات ونجاح كبير جدا، كان دويتو ناجح بكل المقاييس. وعارفين طبعا في السينما لما دويتو بينجح بيقرروا العمل مع بعض، وعملوا كمان مع بعض رصيف نمرة 5 اللي نجح نجاح فيه برضو شديد جدا، برضو هدى سلطان مع فريد شوقي، وغنت فيه أجمل أغانيها. كان من أهمهم أغنية الواحد بيحب يرددها قوي: عمري ما دقت الحب غير لما حبيتك، ولا شفت راحة قلبي إلا وأنا في بيتك، تسلم تسلم. بصوا جميلة، يا ريت تسمعوها كده وبجد هتدعولي. الأغنية دي جميلة قوي. والأغنية دي عملتها هدى سلطان مع أخوها محمد فوزي،
وعلشان وهو عيان كان يثبت لها ان هو خلاص مقتنع بتمثيلها وبغناها، هو اللي ملحنها لها وغناها لها بصوته. وفعلا هدى سلطان كانت فرحانة جدا جدا وهي بتأدي الدور ده، لان اخوها اول مرة كان يشجعها. وبكده هدى قدرت تثبت انها ممثلة ومغنية متمكنة، وقدمت اغاني شعبية ودرامية، منها ان كنت ناسي افكرك، كانت جميلة قوي. هي دي كان بيحبها جدا فريد شوقي منها، وكان كل ما تغنيها يبقى فرحان قوي. اكيد لها مناسبة خاصة ما بينهم وما بين بعض، لان كل ما كانت تغنيها كان بيقف وكان بيبقى سعيد جدا وفرحان، الاغنية دي بالذات. اما عن حياة فنانتنا الشخصية، فهي اتجوزت في حياتها 5 مرات، يعني 5 رجال في حياة الفنانة هدى سلطان. تعالوا نشوف بقى مين جوازاتها، ومين أول جوازة ومين آخر جوازة. وأول جوازة للفنانة هدى سلطان كانت من محمد نجيب، وده ابن بلدها من طنطا، وأنجبت منه بنت واحدة اسمها نبيلة. لكنه بعد ما اشتهرت عمل مشاكل معاها كتير، لانه ما كانش حابب موضوع الفن والشهرة ده ليها خالص، رغم ان هو اقتنع انها موهوبة وسافر معاها على القاهرة. لكن بعد ما اتشهرت اتطلقت منه بسبب غيرته الشديدة جدا جدا، وانه ما كانش حابب انها تبقى فنانة مشهورة. وطبعا هدى انشغلت جدا بالتمثيل وبالغنى، وما كانش عندها وقت لبنتها نبيل، علشان كده بعتتها لوالدتها. وبعد ما كبرت شوية ودتها مدرسة داخلية علشان خافت عليها لانها مش متفرغة لها، وكمان ما كانش فيه موجود اب في البيت، فخافت على بنتها، علشان كده دخلتها مدرسة داخلية. وبعد كده اتجوزت من المنتج فؤاد الجزائري، اللي برضه حصل مشاكل كبيرة جدا بسبب شهرتها، وان هو كان شايفها مش متفرغة للبيت وكان بيغير عليها جدا، وطلبت برضه منه الطلاق لانها ما تقدرش تعيش في بيئة مش مستقرة. اما الجوازة الثالثة بقى فكانت من فؤاد الأطرش، وده اخو فريد الأطرش، لكن برضو كان في غيرة وفي حاجات كتيرة. خلي بالكم ان هدى سلطان كانت شخصيتها قوية جدا، فعلشان كده ما كانش من السهل انها مثلا راجل يحكمها قوي او يزعق معاها او يقول لها مش هتخرجي مش هتعملي، لا، هي كانت فنانة مستقلة وكانت شخصيتها قوية جدا. والجوازة الرابعة بقى كانت من الفنان الكبير فريد شوقي، واللي قعدت معاه 15 سنة، أنجبت منه بنتين، بنتها مها وناهد. وفعلا الجوازة دي كانت ناجحة بكل المقاييس، لأن الاتنين فنانين وكانوا فاهمين بعض، وفريد شوقي كان بيحب هدى سلطان جدا جدا. لكن فريد شوقي بعد عنها فترة، وبعدين هدى اتضايقت جدا طبعا بعده عنها، وكان بيجي لها كلام كتير ان هو بيقعد مع ستات اتراك، لانه قعد فترة كبيرة في تركيا. هتلاقوا العنوان برضو في صندوق الوصف، حلقة فريد شوقي اتفرجوا عليها جميلة جدا. لما رجع الفنان فريد شوقي من تركيا قررت هدى انها تتطلق منه، لكنه ما كانش موافق، لكنها صممت. وبعد العدة بيومين بالظبط، بعد ما فاتوا 3 شهور بيومين بالظبط، اتجوزت من حسن عبد السلام المخرج. وفعلا حسن عبد السلام كان هو السبب الاساسي في طلاق هدى من فريد شوقي، وده اللي قاله فريد شوقي في مذكراته، وقال ان هو كان السبب الاساسي في الانفصال. والفنانة هدى سلطان حصلت على العديد من الجوائز السينمائية والتلفزيونية، منها تكريمها بمهرجان الموسيقى العربية، وكمان تكريمها في دورها في مسلسل الوتد اللي كان مكسر الدنيا، وده في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون. أكتر صديقة كانت مقربة للفنانة الكبيرة هدى سلطان هي ليلى فوزي. أما بقى معالي زايد فكانت بتعتبر هدى سلطان دي أمها التانية، وبعد وفاة أمها أمال زايد على طول كانت معاها، وكانت بتعتبرها أمها فعلا، علشان كده كان لها معزة خاصة عند هدى سلطان، وكانت بتحبها جدا جدا. وتوفت الفنانة هدى سلطان في 5 يونيو 2006 عن عمر 80 سنة، وده بعد موت بنتها ب50 يوم بس. لما رحلت بنتها مها كانت هي زعلانة جدا، ويا دوبك 50 يوم وحصلت بنتها. يا ريت تقولولي في الكومنتات ايه اكتر فيلم حبتوه للفنانة الكبيرة هدى سلطان، وايه احلى اغنية حبتوها لها. انا بصراحة بحب لها فيلم جدا جعلوني مجرما، وكمان رصيف نمرة 5 علشان غنت فيه احلى اغاني انا بحبها. يلا اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش لايك
واشتراك حلو منكم، وبشكركم شكرا جزيلا، وأقول لكم مع السلامة.